المدرب وليد ركراكي وبداية الخيبات. خليكم معايا باش نشوفوا ونوضحوا الخيبات اللي بدات مع وليد ركراكي بعد التتويج بالرتبة الرابعة في كأس العالم قطر. واش لاحظتوا باللي المنتخب الوطني والمدربين ديالو ديما إلا داروا شي إنجاز كتركبهم الأنانية والعلو، بحيث لاعبين المنتخب الوطني ولاو كيسحب لهم إلا وقفوا غير في الملعب راهما رابحين. وصلوا للرتبة الرابعة في كأس العالم، قالوا هذه هي إفريقيا وأنهم قادرين يتغلبوا على جميع الفرق الموجودة فيها. وبالنسبة للناخب الوطني وليد ركراكي فكنشوف السيناريو ديال بادو الزكي كيتعاود. ديما مور كل إنجاز خصنا نقيلو المدرب ونبداو من الزيرو، بحيث إلا رجعنا للسيناريو ديال بادو الزكي اللي كان وصل بالمنتخب الوطني في كأس إفريقيا 2004 الفينال، مور هاد النهائي شفنا غير الخيبات والإخفاقات. نتمنى ما يتعاودش هاد السيناريو مع وليد ركراكي اللي جا في التصريحات ديالو بعد مباراة الكوت ديفوار والتصريحات قبل مباراة مع ليبيريا صرح بأن المغاربة كيعرفوا غير الفوز، إلا ما فزتيش في المباراة فانت واللاعبة ما خدامينش. وأضاف أن المغاربة كيحقروا الفرق الإفريقية، وبالنسبة لي هذا التصريح لا علاقة، والتصريح كيبين على بداية ضعف هذا المدرب، بحيث انت السي وليد ركراكي ماشي طبيب نفساني باش تعرف شنو كيدور في العقلية ديال الجمهور وشنو كيدور في النفسية ديالهم. أولا المغاربة ما حقروش الفرق الإفريقية وكيعرفوهم مزيان وكيعرفوا القوة ديالهم. وثانيا أي شعب في العالم كيبغي الفوز للمنتخب الوطني ديالو وبحرقة. غير المغاربة لاحظوا الاستدعاءات اللي قمتي بها في كأس إفريقيا لا علاقة، بحيث استبعدتي بزاف ديال اللاعبين كانوا معاك في كأس العالم على أساس تجيب لعابة لقيتيهم مؤهلين يلعبوا في كأس إفريقيا. انت السي وليد ضحيتي بزاف ديال اللعابة عندهم مؤهلات وجبتي لعابة عاد خصك تجربهم اللي معظمهم ما عندهمش الخبرة في الكرة الإفريقية والجل ديالهم كيلعبوا في الأندية الأوروبية. وحتى هذا خطأ كبير. أنا استبعدت رحيمي وحمد الله. إلا حمد الله ما عطاكش كأس العالم فكنشوف أنا بالنسبة لي أن حمد الله ما كيعرفش يلعب الكرة ديال التيكي تاكا. ولكن إلا جبت الكاس إفريقيا الكرة اللي كتلعب بالقوة الجسمانية والمباغتة فكنشوف أنه هذه يعطيك بزاف وهذه يمشي بنا بعيد، حيت هاد الصفات موجودة في حمد الله، حيت كنتابعوا المباريات ديالو مع الفريق الاتحاد. ونختم الموضوع، نتمنى في هذه المباراة ديال اليوم تبدل طريقة وليد ركراكي ويحيد منه ديك الآنة اللي خرج بها في التصاريح ويراجع الأوراق ديالو، بحيث إلا ما رجعناش هذا الوقت كاس إفريقيا تصعب علينا بزاف حيت فيها فرق قوية بزاف.